السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث على أحد الأشياء التي صراحة لفتت انتباهي في المسجد. فنجد شيوخا كبار يتعاركون على غلق النافذة وفتحها. كيف؟ أحدهم يريد فتح النافذة والآخر يريد غلق النافذة. ذاك يريد أن يحافظ على حرارة المسجد، والآخر يريد البرودة لأن جسمه حار فيريد البرودة. شيء عجيب. معادلة لا يمكن تحقيقها مع المصلين، وخصوصا إن كانوا شيوخ. هناك حالة أخرى، تجد أحدهم يأتي هو وصديقه، فإذا بصديقه يدخل فيحجز له مكانا في مقدمة الصفوف ويضع مفتاحا أو ربما هاتفا أو ربما كسوته أو جاكيت أو قميص من أجل الحصول على مكان لصديقه. نعم، وكأنك ستسافر عبر رحلة مخصصة للطيران إلى بلد ما، ولا بد أن تحجز على غرفة في فندق، ولا بد أن تحجز أيضا على تذكرة السفر حتى تتمكن من ذلك. والعجيب في الأمر هو أن الرجل مثلا فقد وضوءه، نقول ضاع له الوضوء، فإذا به يضع مفتاحه أو مفاتيحه في ذلك المكان فيخرج ليتوضأ ويعود إلى مكانه، وتجد مثلا 20 صفا، فإذا بالشخص يدفع في الأول والثاني والثالث والرابع إلى 20. الله العظيم. ومنهم من يأتيك بالجانب فإذا به يدفعك وكأنك في حلبة سباق من أجل أن يصلي هو ويمسك مكانا حتى يقف فيه للصلاة. نعم، لا ينتظر، يجب أن يدفع. أكحز ليه، زيد ليه، بعد ليه. لماذا لم تأتي باكرا يا صديقي حتى تتمكن من الدخول إلى المسجد ولا تؤذي الناس؟ رغم أن الشيوخ يحذرون الناس من هذه الأمور، لكن الناس يبقون كلهم ونبقى كلنا نرتكب أخطاء صراحة بدائية في هذه الحالة. والأجمل والعجيب هو أنهم إذا كان أحد الأشخاص مثلا له لياقة بدنية وهو رياضي شيئا ما، فتجده يدفعك في الصف، وعندما يقوم وقفة لتكبير مثلا هكذا، فيقوم بتوسيع رجليه جيدا ويضغط على الذي بجانبه. فلا تنسى، إن كانت لك صحة فاحمد الله عليها، وانتبه أن الشخص الذي بجانبك هو شخص وربما ضعيف، وربما مريض من رجليه، وربما عنده إعاقة، وربما لا يقف إلا بشق الأنفس. فليس الناس كلها في صحة واحدة، لا، كل واحد وله صحته. ولهذا أردت أن أقول للإخوة أن ينتبهوا جيدا ولا يقومون بهذه الأخطاء. هذه أخطاء تعتبر. وهناك أيضا من يدخل حذاءه حتى داخل المسجد، سبحان ربي العظيم، يدخل حذاءه ويضعه في نيلون أو ساشي ميكا، فيضعه في كيس بلاستيكي ثم يضعه بين رجليه. يا حبيبي، فتجد رائحته تعطعط عطعطة معطعطة، فإذا بالصلاة ذهبت مع فرخ الطير في السماء والشعر الله أعلم به ماذا يحدث له معي. تكون تصلي فإذا بك تصبح من المفكرين في ذلك العطر الذي يضرب من بين
أحضان الرجل الذي يصلي أمامك أو بجانبك عفوا أو أمامك كان. هناك الكثير من الأخطاء. ناهيك عن الوضوء، تجد الرجل يحتاج فقط إلى ربع لتر من أجل أن يتوضأ، وهذا موضوع يجب أن نخصص له حلقة كاملة. فإذا به يستهلك 10 لترات مقابل أن يتوضأ. فالوضوء فيه أجر، وأنت ستقوم بفريضة من بعد الوضوء، لكن لماذا تقوم بالإسراف في الماء؟ صراحة شيء عجيب. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يردنا إليه ردا جميلا. شكرا لكم، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.